بقول لكم ايه يا جماعه، تفتكروا بقى لما نجرب الغدا من 3 بلاد مختلفه هيطلع اني احلاهم؟ الغدا المصري ابن البلد بتاعنا ولا هيطلع في بلاد احلى منه؟ بصوا يا جماعه، تعالوا نجرب الغدا من 3 بلاد مختلفه، المصري والماليزي والهندي. احنا دلوقتي بقى في اسكندريه، هناخد لفه في اسكندريه كلها ونشوف ال3 مطاعم دول. معاكم جو ناصر، فيلا بينا نبدا بقى. اول حاجه بالغدا المصري الاصيل بتاعنا. احنا دلوقتي بقى في قلب المنشيه وهنتغدى بقى من عند مطعم النصر. المطعم ده بقى بيعمل الاكل المصري البيتي، فيلا بينا. ومطعم النصر ده بقى موجود في قلب المنشيه، وهو من اشهر المطاعم اللي بتعمل الاكل البيتي. طلبنا بقى كده اشهر اكله مصريه حرشه. احنا طلبنا حمام وملوخيه وسلطه ورز ابيض وشوربه. طبعا اول حاجه كان لازم نبدا بيها وهو الفطار المصري. احنا نزلنا بقى شوربه، نزلنا ملوخيه وحمام وسلطات، يعتبر ده اساس الاكل المصري. فهنبدا اول حاجه بالشوربه. المكان ده من اقدم الاماكن اللي موجوده في اسكندريه وفي المنشيه عامه. شوربه لسان عصفور، بص معلقه شوربه كده. انا حاسس ان انا قاعد باكل في البيت. انا قاعد باكل في البيت. ننزل لك سخنه، تتبيلتها هاديه نفس تتبيله البيت. اكل مصري زي ما قال الكتاب. هنجرب الملوخيه. العيش ده برده عيش البيت. حاسس ان انا قاعد باكل في البيت. الملوخيه بيتي زي اللي والدتي بتعملها بالظبط. الرز يا جدعان انا في البيت. شويه ملوخيه على رز. اكل بيت سيمبل قوي هادي، ما فيهوش بقى البهارات ولا الحبشتكنات الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. تعال نجرب الحمام. حمام مولع اساسي بقى، وهي الحماميه سخنه مولعه. حماميه بيتي بهاراتها حلوه قوي. هي بس عشان سخنه مولعه. امسك لحم الحمام كده كده بقى. احنا خلصنا الغدا المصري، يلا بينا بقى على الغدا الماليزي. احنا دلوقتي طلعنا من نفق ويلا بينا بقى على المطعم الماليزي. وهو بقى موجود في حوالي كامب شيزار. المفروض بقى ان المكان هنا هو الشارع اللي فيه البركه. خش كده وندور ونشوف بقى المكان فين بالظبط. هو المكان ولا ليه لوكيشن ولا ليه عنوان ولا ليه يافطه اصلا. بس انا دخلت حصه انجليزي. ايه دي؟ كل ده رز؟ هو ده منيو وده منيو؟ الاسعار دي الصغيره. طب ايه اشهر حاجه عندكم؟ ترى دي جبت دي برضو كمان ممكن طماطم. الاكل طلع اندونيسي مش ماليزي. مكرونه سباكيتي شرايط واندومي مقلي. دي ايه؟ عباره عن ايه؟ دومي بالفراخ والخضار والصوص. بص على المشروبات التانية. باكل هنا صح؟ دي ميلك تشيك ماليزي. طب ده ايه ده؟ سناك كوش. عندنا حاجات غريبه. سكر. طب في شويه حاجات غريبه. طب دي ايه دي؟ لبان ميلك تشيك كده صح؟ ناخد واحد حاجات غريبه مش هتشوفوها غير هنا. بص هو المنيو غريب، في شويه اصناف غريبه. المكان ده اندونيسي مش ماليزي. الناس هم مفكرين ماليزي لكن هو اندونيسي. بصوا دي حاجه اسمها نسترون، اسمها غريب. بوند، رز مقلي، ميرو، مكرونه كيري، حاجه عارفينها. بصوا هو المنيو غريب. تعالوا نطلب حاجات عارفينها وحاجات مش عارفينها. قلنا اوردر هيقعد ربع ساعه. اول ما تلاقوا البتاع ده اشتغل اعرفوا كده ان هم بداوا في الاوردر. ايه ده؟ مقرمشات. بصوا هي دي مقرمشات اندونيسي عامله 7 جنيه، وده السودان 7 جنيه برضه. بصوا احنا ممكن نبدا بيها اول ما الاكل يتعمل. ايوه هو مشبك بس السكر فيه هادي قوي، حلو قوي. بصوا عشان الدوشه دي احنا طلعنا المايك. بصوا بقى صوت القرمشه. في ايه تاني البتاع ده؟ ايه ده؟ في قرمشات تانية. اول مره اجرب الحاجات دي. تالي ده اول مره اكل اكل ماليزي. طعمه غريب. هو تحسه مكرونه بالشوكولاته. في حاجه بقى انا كنت مستغربها قوي، ان هم فضلوا قاعدين على الموبايل من اول ما دخلت لحد ما مشيت، والمكان كان فاضي وما دخلش غير زبونه واحده بس توحد ربنا. والاكل الاندونيسي بدا ينزل. هو شكله حلو بس هو المكان مريب اصلا وغريب. انا كنت خايف وانا قاعد. وده المفروض ان هو ميلك تشيك بابل جام. اول حاجه بالمشروب الغريب ده المفروض ان هو ميلك تشيك باللبان. حاسس ان انا بشرب سكر بماربيلا، عصير ماربيلا مسكر قوي. خلينا نبدا بالنودلز او اللي هي الاندومي المقلي. تبقى نودلز مقليه عليها خضار بين عليها قطع فراخ. طعمها غريب. في فلوس هنا بتترمي عادي. الفلوس هنا بتترمي عادي. كانت عايزه تسيب اكتر من كده، مش عاجباني. الاندومي احلى من دي. دي بقى المفروض ان هي مكرونه شرايط كاري. بص احنا هنعمل ايه. والله خايف، والله قاعد باكل خايف. تعال نجرب الشرب. بصوا انا من رايي ندخل على 3 مطعم وهو الهندي. طب بينا بقى على 3 مطعم وهو الهندي. وطلعنا بقى على مطعم اسمه مهرجان موجود على البحر. اكتر اكل هندي هو المنيو. علشان ناخد بقى اكسبيرينس الاكل الهندي بقى بالظبط. المكان هندي ستايل هندي، ستاف هندي. اول ما هتدخل هتحس ان انت دخلت مكان في الهند بالظبط. وستايل المكان هيفكرك بشاروخان ومهند. بصوا المنيو عندهم كبير قوي، كل حاجه هندي. هقول لكم احنا طلبنا ايه. طلبنا اكتر اكله هندي طلبنا لامب برياني، وجبه اساسيه هنديه مع اللحمه والرز البسمتي والبهارات زغزغان. طلبنا كمان الايس كريم ده، ايس كريم جوز هند طبيعي. احنا موطين صوتنا. المكان هادي قوي بس هنستنى الاوردر لما يجي. المكان كله ستايل هندي وما فيهوش غير اكل هندي. بينزل بقى مع الاكل 4 انواع صوصات هندي. ده صوص تمر هند، ده صوص فليكس، صوص زبادي نعناع، مخلل موجود. واللمب برياني اللي طلبناه نزل. بص اللحمه في لحمه كتير. في لحمه كتير قوي. وجبه كبيره جدا. نجرب الرز لوحده طعمه حلو قوي. في نعناع. ناخد لحمه.
بصوا الصوصات غريب، ده صوص تمر هندي، ده صوص فلفل سبايسي، زبادي نعناع، خلي المانجا، هو بيبقى قطع مانجا مخلله يعني قالتها في حته تانيه خالص، رهيب. زبادي نعناع قريب قوي للرايب. طلع حته مانجا خلي المانجا مش بس هو عاملين يجيبوا لنا ضيافه، دي عامله شبه البيت. دي ضيافة مكسرات. جرب الايس كريم اللي على شكل كوكونات، تبقى ايس كريم محطوطه في الجوز هند. هم جابوا حجم جوز هند ده منين؟ رهيب. بصوا دي بقى حاجات من الضيافه، زلابيا سخنه جدا. حط مثلا عليها ايه ايس كريم كده، دي عباره عن جزر مسلوق بالمكسرات والجوز هند. واكتبوا لي بقى حابين نعمل مقارنه بلاد ايه الفيديوهات اللي جايه. وافضل غدا الصراحه هو المصري والهندي. كان معاكم بقى جو ناصر، سلام. هو اكل ايه ده اللي مخلي وشه احمر بالشكل ده؟ وابو جنة كمان هو اللي يبقى عامله؟ لا كده كتير. تخيل كده تبقى قاعد بتشرب عصير من حسن وتعرف ان هم بيعملوا سندوتشات حرشه كده والمكان بقى طلع ورايا وهو جريل، فبقى من عصير لمشويات وجريل. معاكم جو ناصر، فيلا بينا. كان بقى اسمه جريل، والاوبننج بتاعه كان الخميس اللي فات. موجود في كامب شيزار على البحر بعد اشاره الشاطبي على طول. بقى عندهم صاله على فيو البحر على طول، عندهم بقى قاعده تحت وقاعده فوق. تعالوا كده نبص بس الاول على اللي تحت. بصوا القعده كلها على فيو البحر على طول، وعندهم بقى كمان قاعده فوق. تعالوا نطلع نبص عليها. احلى حاجه في الموضوع ان القعده على فيو البحر على طول، كان لسه جديد اصلا. بقى القعده اللي فوق دي خطيره. ما شاء الله القعده عندهم كبيره قوي، وعايز تقعد على فيو البحر على طول، قاعد في وشك البحر على طول. قعده رايقه قوي. الصاله كبيره ما شاء الله، وكلها يعتبر بتطل على البحر. في المطبخ كمان كل حاجه بتتعمل قدامك، وكل اللحوم اللي بيستخدموها بلدي. احلى حاجه بقى في الموضوع كله ان شيف ابو جنه هو اللي يعمل لنا اكل بنفسه. حبيبي يا جو، ربنا واحد تشيكن على جريك وواحد بعيد براك. في حاجه بقى نسيت اقولها لكم، ان مطعم جريل بقى اللي احنا فيه ده تبع عصير حسن. ومفيش احلى بقى بجد من سندوتشات حرشه بقى كده وحواوشي تاكلها في اخر اليوم. الزبده دي بقى لحمه بالزبده عندنا، اسطنبولي وواحد بسطروني. وبكده بقى يبقى كل الاكل اللي احنا طلبناه خلص، ويلا بينا بقى على الترابيزه. تعالوا بقى كده نبدا اول حاجه بالسندوتشات. طبعا احنا قعدنا على فيو البحر على طول. صراحه شايف الميزه حلوه قوي في المكان بقى. ده منيو جريل، المنيو بتاعهم بسيط قوي. تعالوا بقى كده نجرب. شيف ابو جنه هو اللي عامل لنا كل السندوتشات دي، فمتحمس قوي ان احنا نجرب. نلبس الكلاف، بسطرمه وجبنه تركي وجبنه شيدر وجبنه موتزاريلا. يا نهار ابيض. بسطرومي ده شبه ما قال ابو جنه، هو غرقان حاجات كتير قوي. شايفين اصلا الساندوتش مليان قوي. بسطرمه رهيبه، بسطرمه حلوه قوي، ساندوتش رهيب، بدايه حلوه قوي. احلى حاجه في الجريل ان هو سبوتايه رايقه تاكل منها اكل حرش كده في اخر الليل. احلى عشوه. تاني بقى ساندوتش وهو سجق مكسيكان مليان قوي. ده بيبقى سجق مع بانيه مع بقى بصل وطماطم والتتبيله دي كلها. خش بعد ثالث ساندوتش. بص هو اللي فات كان شيش اسطنبولي، انما ده بقى سجق مكسيكانو. سجق مكسيكانو غرقان، صدق وجبنه شيدر وصوص شيدر. هو مخدوم قوي. خش على تشيكن على جريك، تبقى شاورما فراخ عليها جبن مع سجق وبصل بقى وطماطم. يا نهار ابيض على الحشو. خش على المخ بانيه، هو شكله يفتح النفس. حلو قوي. اول مره حرفيا اكل مخ بانيه. هو تحس ان هو مخ معمول له بريدنج من جوه رهيب، من جوه بيدوب. بقى المخ زبده اللي احنا عارفينه، هو بيبقى مليان مخ اصلا. خش على الويسكي الحلال. ماستر تشيكن هو رهيب، بس حاسس البصل فيه كتير. اوبا، من الحاجات برضو اللي هم بيعملوها وهو السماش لحمه. سيبكم بقى كده من الاكل حرش شويه. خش على السماش برجر لحمه. برجر واخد كاتشب مايونيز شيدر ويك تيستي بس. ساندوتش سماش برجر هادي قوي، حاسس ان انت بتاكل لحمه. بص بقى انا عايز اسمعك حاجه. تعالى نبدا بالحواوشي. ايه اللحمه شكله حواوشي لحمه يبقى غرقان طحينه. ندخل على حواوشي سجق عليه كيري وموتزاريلا وتركي، حاجات كتير. كان نفسي صراحه قوي في حواوشي بسطرمه فطلبناه. نستناه بقى يجي. الحاجه بقى اللي هنختم بيها هي اللوحه الفنيه. غرقان موتزاريلا، هو غرقان موتزاريلا. سخنه قوي. لا هو سخنه قوي. رهيب. بس كده بقى يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.